السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل طبق خفيف كده سهل، سناك خفيف اسمه كرات الرز، او عبارة عن رز وانواع معينة انواع من الخضروات. هنحتاج مثلا فلفل الوان، فلفل رومي الوان، بصلة صغيرة، قطعة جزر، قطعة كوسة. ده لانشون معلب، ممكن ان احنا نبدله بقى برومي مدخن، ممكن نستعمل لحمة مفرومة، فراخ، اي نوع لحوم احنا بنحبها، وممكن حتى ما نستعملش خالص ونخليه خضروات بس. طبعا هنحتاج حوالي كوبايتين رز مستوي مسلوق، ملح وفلفل اسود وزيت السمسم. طريقته سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة هنشغل النار ونحط معلقتين زيت كده يسخنوا، ونبدأ بنوع اللحوم. نقطعه مكعبات صغيرة زي ما احنا مقطعين الفلفل كده. كده نكون قطعنا نحط اللانشون مكعبات صغيرة كده زي ما احنا شايفين. على فكرة الطبق ده يعني لو بدلنا ده بقطعة كده من البسطرمة للناس اللي بيحبوا البسطرمة، طعمها بيبقى خرافة. نحمره بس شوية بس يشم النار بس، يعني مش مطلوب ان انا ان انا اقليه يعني. يلا بقى هنجيب بقى الكوسة. طبعا طبق مليان خضروات كعادة الطعام الكوري معانا، ونقطعهم بقى كده صغير على قد ما نقدر. بعدين الناحية التانية بدل صغير على قد ما نقدر. مبقاش اللي هو طلع صغير قوي، ممكن بعد ما يخلص يروح عامل كده ونديها بقى تقطيع يرفع على قد ما نقدر. كده قطعناه صغير، مش عايزه اكتر من كده هنا، خلاص. نقطة زيت بس، نقطة صغننة بس ادبل فيها الخضار. احط الكوسة الاول لوحدها، ونديها بس رشة فلفل اسود خفيفة كده تنكه طعمها، وسنة ملح صغيرة، وادبلها برضو. مش عايزة الاكل يعني مطبوخ، انا عايزة بس يدبل بس شوية على النار، مش اكتر من كده. احاول انا اخلي كل حاجة كده بعدها عشان هنعرف نفس الطريقة مع الجزر. برضو تتبيلة كده الملح والفلفل الاسود، مفيش اسهل من كده صح. خلي بالنا ان الجزر بالذات لو اتحمر زياده بيبتدي لونه يغمق او يتلسع عشان فيه سكريات شويه، ما نزودش التحمير عليه خالص. نقطه زيت برضو نحط، لو نحب ان احنا نحط كل لون لوحده ممكن نحطه. برضو سنه ملح صغيره،
سن فلفل اسود، نقطع البصل، بصل صغير يعني احنا مش محتاجين بصل كتير. ربع رفيع برضه، كده خلاص. اخر حاجه طبعا لو هنستعمل لحمه مفرومه نتبلها برضو الاول بملح والفلفل وبعدين ايه نحمرها. نشوح برضو البصل تشويحه خفيفه. اول ما يبتدي بقى لونه شفاف كده بقى شويه نطلعه خلاص. المفاجأة بقى ان احنا جهزنا الطبق بتاعنا تقريبا خلاص يعني. نجيب بقى ورقة كيم. لو في حد عنده كيم محمص ماشي، ما عندوش زي كده نخلي النار من بعيد ونمشيها عليه كده، مش اكتر من كده بس. خلاص هي بدأت تنشف حلو قوي. هنجيب بقى ورقة الكيم زي ما احنا شايفين لما اتحمصت نشفت قوي، نحطها كده في كيس نسكرها. على فكرة خطوة الكيم دي مش مهمة خالص، لو مفيش عندنا مفيش مشكلة. نكسرها كده ونحطها في طبق بحيث ان تدينا لون تاني للايه للرز، لكن لو مفيش مشكلة خالص. نجيب بقى الرز اللي احنا عملناه. ده رز مسلوق مفيهوش اي حاجة خالص. بنتبله بقى، نحط له شويه ملح لان طبعا هو مسلوق من غير ملح خالص. ونحط له شويه فلفل اسود، اللي يحب يضيف شطه بتبقى جميله جدا معاه. نحط معلقه كبيره زيت سمسم، واول خطوه ان احنا نقلب. ده بقى عندنا الاساس اللي هو ايه الرز. ريحه زيت السمسم على طول بتطلع مع الرز. على فكره يعني زي ما قلت لكم برده بقى ايه شويه شطه صغيرين كده معاهم، اللي بيحب ياكل الشطه كده. بس كده على جنب. ممكن نحط اللي عايز يحط في كل حاجه في طبق لوحده، بس انا ايه بحب ما نستعملش مواعين كتير. ممكن ان احنا نعمل النوع الاول مع شويه لانشون لوحدهم كده. هنلبس بقى في ايدينا حاجه بلاستيك زي كده. الرز ده فيه زيت يعني لو مفيش حاجه بلاستيك نلبسها مفيش مشكله، لكن البلاستيك بيسهل عمليه التشكيل. هناخد مقدار معلقه نحطه في ايدينا، نعمل كوره نحطها كده، حاجه تكون شكلها ظريف. نعمل واحده تاني بدون اللحمه. كوره تاني. ممكن ان احنا نعمل نوع تاني بالوان الفلفل برضو. ناخد مقدار معلقه نحاول الاول نضغط عليها
بعدين نكورها. نحطها، ناخد شوية نعملهم بالجزر مثلا. ناخد مقدار معلقة. نعمل الكرة بالجزر. نفس الفكرة بقى مع كل الخضروات، وبرده مع الكيمباب. هيبقى كيم بالباب من غير ما نعمل اي مجهود. عندنا اللون الاسود. وممكن بقى ان احنا نحط الخضروات كلها كده، ونقلبها. ممكن بقى ان احنا نجيب طبق صغير زي ده او فنجان او اي حاجه، نعمل بطريقه اسهل شويه. نحط جواها ورقه نايلون زي كده، وبعدين ناخد الرز المشكل اللي عندنا ده ونحطه شويه تحت، ناخد معلقه صغيره. وبعدين نوع اللحوم بقى اللي احنا استخدمناه ايا كان نحطه كده جوه، ونرجع تاني طبقه تاني من الرز. ونقفل بقى عليه. نكور بقى كرة الرز دي. نلف بقى كده. الطبق ده حلو قوي، الاطفال بيحبوا يقعدوا يعملوه ويلونوا الرز زي ما هم عايزين. كده الكرة دي جواها مفاجأة، اللي هيقطمها هيلاقي جواها اللحمة. ونقعد بقى نشتغل كده لحد ما ايه. ممكن برضو ان احنا نعمل كرة رز، كرة برضو بنفس الطريقة، نكورها. بعد ما نكورها نغمسها كده في الكيم او ورق الاعشاب. تبقى مغلفة من بره زي الكيمباب بس بطريقة مختلفة شوية. وزي ما احنا شايفين بقى رز بالالوان وبرز بالطعم مختلف. سهل قوي. الكوريين ده كانوا بيستعملوا الطبق ده للجنود وهم رايحين الجيش، يدوهولهم كده في علب عشان سهل في اكله. كان بيتباع في الاسواق عشان برضو حاجه وجبه خفيفه كده ممكن تتاكل. طبعا الاطفال بيحبوا جدا، ممكن نعمله في حفله عيد ميلاد، ممكن في اي حاجه. طبق كرات الرز بالخضروات يا رب يعجبكم. انا غادة ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خش يا عم، مش بتاخد حقك. جاه نصيب على جنب والنبي. ماشي، نصيب على جنب. لا الله يخليك، خلص انا وبعد كده ابقى اكل منكم. عامله لك خلاص. مين تاني يا جماعه؟ مش شايفين ولا ايه؟ مش معاك بس مشكلة. عايزين نصور بقى بنات هما بياكلوا. ايوه هما كانوا بيدوها كده في السوق. كريم محمد هو اللي بيصور ولا مش نايم ولا ايه؟ هيبقى ليه نايم. ده شو؟ اوبا اوه. ايه رايكم؟ المهم سهله وجميله. مين يا جماعه اللي مسافر؟ سامني ده. لا بايدينا. ايه باجي انت في ايدك واحده. مين تاني؟ حد عايز يعمل؟ حد عايز واحده؟
اللي عايز ياخد حلوة؟ لا لا مش لا ايه رايك؟ أميرة تعالي ايه رايك؟ عايزة اعمل ايه يا ماما؟ انا عايزة افتح بقك. يا قمر ديك عمري. انا مش هقول لك اقول لك عايزين تعملوها كده خلاص مش مشكلة